واحد بشطحات وخزعبلات من الجانب المغربي. هذه المرة آخر الشطاحين والذين خرجوا إلى الواجهة بهيجة سيمو، مديرة الأرشيف أو ما تسمى مديرة الوثائق، هذه على الصورة مديرة الوثائق والأرشيف المغربي، خرجت بتصريحات أن الأرشيف الذي يضم الوثائق الملكية يضم وثائق تؤكد ملكية المغرب للصحراء الشرقية، يعني ماشي برك الصحراء الغربية وإنما للصحراء الشرقية بما فيها بشار وتندوف والقنادسة. وهو تصريح من مسؤولة رسمية. يعني لو كان تصريحا من واحد إعلامي أو شخص غير رسمي لا اعتبرناه مسألة عادية، ولكن هذه لديها منصب رسمي وبالتالي تمثل القصر الملكي وتمثل المخزن لأنها مسؤولة الأرشيف الملكي. فخرجة جديدة